السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معنا على قناة شهوات ناعمة المعشية. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم طريقة تحضير اللحم محمر على طريقة الأعراس اللي تيجي لذيذ بزاف في المذاق، ما تشبعوش منه. بقاو معنا باش نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. باش نحضروا اللحم محمر على طريقة الأعراس عندنا 3 البصلات من الحجم المتوسط ولا 2 البصلات كبار مشلضين، وإلا كانت عندنا البصلة البيضاء كان أحسن. وغنضيفوا عليهم 3 ديال الضروس ديال الثومة من هذا الحجم من بعد ما نشلضوهم. ودابا غنزلوا عليهم الطرف ديال اللحم. حنا عملنا كيلو ديال اللحم البقري، وكل واحد يعمل القياس اللي تيناسبو. ومنين نبغيو نعملوه نقطعوه طراف كبار، ما نقطعوهش صغير. ودابا غنضيفو التوابل. وعندنا معلقه صغيره تكون عامره من سكينجبير، معلقه صغيره عامره من الخرقوم البلدي مطحون، نصف معلقه من الابزار او حسب الذوق، وعندنا نصف معلقه من الملح او حسب الذوق، وعندنا معلقه صغيره عامره من راس الحانوت. وبالنسبه لراس الحانوت في مجموعه من المكونات مطحونين وغنكتبهم لكم في صندوق الوصف. وعندنا شويه من الزعفران شعره، غنحكوه ما بين يدينا ونضيفوه. وغنضيفو ضامه ديال الزعفران باش تعطينا اللون. وغنحكو نصف كوزه حيت تضيف للذة اللحم ديالنا. من بعد ما حكينا نصف كوزه دابا غنضيفو قياس معلقه صغيره من السمن. ودابا غنغطيو الكوكوط ولكن ما غنقفلوش عليها، وغنخليو العطريه ديالنا تشرب على نار مهيله بزاف حتى يطلق اللحم والبصله الماء وتشرب فيه العطريه، ونرجعو معاكم. ها هي العصاره اللي طلقات لينا البصله مع اللحم من بعد ما عملناهم على نار مهيله، وحنا ما ضفناش الماء. هاد العصاره طلقها غير اللحم مع البصله. ودابا غنحركوا اللحم ديالنا باش يتلبس لينا بالعطريه. ودابا غنضيفوا كاس لاروب قياس كاس العنبه من الزيت مخلط ما بين زيت المائده والزيت البلديه. وغنضيفوا قياس كاس العنبه من الماء مغلي. وما نغطيوش اللحم، غير القياس اللي غيطيب فيه اللحم حيت مازال غيطلق لينا الماء. ودابا غنقفلوه على اللحم ونخليوه يطيب على نار مهيله. باش نزينوا الطبق ديالنا عندنا الاناناس. حنا غنعملوا الاناناس الجاف، واللي بغى يعمل الاناناس المعلب يمكن ليه. وعندنا البرقوق، وعندنا عود من القرفه ونسماد الزهر. من بعد ما غسلنا الاناناس غنعملوه يتعسل. وغنضيفوا عليه عود من القرفه وكيس من سماد الزهر. وغنضيفوا 2 معالق كبار حتى ل3 من سكر سنيده او حسب الذوق. وغنضيفوا الماء وغنخليو الاناناس يتعسل. من بعد ما تعسل لينا الاناناس دابا غنزولوه وغنعملوا البرقوق يتعسل من بعد ما نغسلوه. ودابا غنعملوا البرقوق يتعسل وكل واحد يعمل القياس اللي بغى. غنضيفوا عليه 2 حتى ل3 المعالق كبار من سكر سنيده ونخليوه يتعسل. ها هو البرقوق ديالنا من بعد ما تعسل، ودابا غنزلوه من فوق النار. ها هو اللحم ديالنا من بعد ما طاب، خدا لينا 30 دقيقه ديال الطياب. ودابا
غنضيفو عليه السيرو اللي تعسل فيه البرقوق، وغنخليوه بلا غطا حتى يتشرب لينا المرق ويعقاد ويتدغمر، وننزلوه من فوق النار. باش نزينو الاكله ديالنا غناخدو البرقوق وغنفتحوه ونزولو ليه العظم، ونعملو في بلاصتو لوزه محمره. ها هو الشكل النهائي ديال الاكله ديالنا ديال اللحم محمر. تيجي على هذا الشكل، تيجي لذيذ بزاف في المذاق ومدغمر، ما تشبعوش منه. تنتمنى لوصفتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها، وبالصحه والراحه وسلامه.